السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنلخص لكم الجزء الثاني من مسلسل الحبار، وبيدور أحداث مسلسل الحبار عن أشخاص بيكونوا محتاجين للفلوس بيخلوهم يلعبوا ألعاب مميتة وخطيرة، وفي الآخر واحد بس هو اللي هيفوز بالجائزة الكبرى. ويلا بينا نبدأ المسلسل. في نهاية الجزء الأول شفنا سيونج وهو رايح المطار عشان يسافر لبنته، وهناك بيشاف الراجل اللي كان السبب في دخوله اللعبة، وبيروح له بسرعة لكن بيركب المترو وبيمشي، وبعدها بياخد الكارت من الراجل اللي وقفه وبيرن على الرقم اللي فيه. ومن هنا بيبدأ الجزء الثاني، وهنا بنشوف سيونج وهو بيكلم الشخص المسؤول عن لعبة الحبار، وسيونج بيقول له انا هخرج من المطار وهعرف مكانك فين. وبعدها بنشوفه ماسك مشرط وهو واقف في الحمام بيدور في كل جسمه لحد ما بيلقى حاجة غريبة ورا ودانه، فبيجرح نفسه بالمشرط عشان يخرج الحاجة دي واللي بتكون جهاز تعقب. وبعدها بينتقل بينا المشهد وبنشاف جون وهو متركب له أجهزة في قلبه في المستشفى، وهنا بنعرف انه لسه عايش وماشي بالرغم ان اخوه